Bonjour et bienvenue. أهلا وسهلا. اليوم حبيت نطرح موضوع مهم جدا، فلا بد وأنه في موقف ما أردت الحصول على معلومة ما لكن لم تعرف كيف تصوغ أو تقدم طلبك. لماذا؟ لأنك لا تعرف كيف تطرح سؤالا باللغة الفرنسية. إذا كنت تعاني من هذا المشكل تريد حله مرة واحدة ومن الأساس وبطريقة فعالة، كن ضيفا لنا لبضعة دقائق. Comment poser une question? Comment poser une question? كيف أطرح سؤالا؟ هو موضوع حلقة نهار اليوم، فمرحبا بالجميع. ببساطة تامة عندنا 4 طرق، ونبدأ مباشرة في الطريقة الأولى. كما شفنا في درس سابق، une phrase en français se compose d'un sujet, d'un verbe et d'un complément. يعني الجملة في الفرنسية تتكون من فاعل زائد فعل زائد مفعول به. أسهل طريقة للمبتدئين لطرح سؤال هي أني نأخذ الجملة كما هي عادي، لكن نرفع صوتنا في النهاية فقط. مثلا عندنا 3 جمل أو 3 phrases. Tu parles français. Vous êtes étudiant. Elle vient demain. إذا حبيت نرجعها أسئلة كما قلنا راح نرفع صوتي في النهاية فقط، فتصبح Tu parles français. Tu parles français. Vous êtes étudiant. Vous êtes étudiant. Elle vient demain. Elle vient demain. Elle vient demain. يعني لا نغير ترتيب الكلمات، فقط نرفع الصوت في النهاية، وهذا ما يسمى بطرح السؤال بطريقة intonation اللي هي نبرة الصوت، يعني فقط نغير نبرة الصوت. Tu parles français. Tu parles français. Vous êtes étudiant. Vous êtes étudiant. Elle vient demain. Elle vient demain. الطريقة الثانية استخدام عبارة est-ce que. Est-ce que. Est-ce que. فقط لأني نحب التعمق في الأمور، نحب نتعلم الأمور على أصولها، يعني يلزمني نعرف كما نقول بالفرنسي le pourquoi du comment، أو بمعنى آخر الداء والدواء. خليني نشرح لك شوي. est-ce que هي عبارة استفهام نستعملها لصياغة الأسئلة بطريقة بسيطة ومهذبة ومباشرة. أيضا هي من أكثر الأدوات استعمالا في اللغة الفرنسية الحديثة، يعني نسمعها بزاف في الكلام اليومي. صح، لو نحب نحلل العبارة تعطيني a اللي جاية من الفيرب être، ce اللي تعني هذا، que اللي نقدر نعتبرها هنا أداة ربط تدخل بقية الجملة. عبارة est-ce que ببساطة المرادف تاعها بالعربية هو هل. ونزيدك معلومة أخيرة على هذه العبارة، الجواب غالبا على الأسئلة اللي تبدأ بعبارة est-ce que هو نعم أو لا، طبيعي. مثل في العربية هل الجواب تاعها دوما نعم أو لا. des exemples باش نفهم أكثر. عندي مثلا ces 3 phrases أو هذه 3 جمل. Tu travailles. Vous avez un rendez-vous. Vous avez un rendez-vous. Il aime la musique. حبيت نرجعها أسئلة تصبح Est-ce que tu travailles? Est-ce que tu travailles? Est-ce que tu travailles? Est-ce que vous avez
un rendez-vous? Est-ce que vous avez un rendez-vous? Est-ce que il aime la musique? Est-ce que il aime la musique? يعني بطريقة طبيعية أكثر تصبح Est-ce que tu travailles? Est-ce que tu travailles? Est-ce que vous avez un rendez-vous? Est-ce que vous avez un rendez-vous? Est-ce que il aime la musique? Est-ce que il aime la musique? وإذا لاحظت هنا أيضا ما نغير ولا شيء في ترتيب الكلمات في الجمل، فقط نضيف العبارة في بداية الجملة. وقبل ما ننسى، الأسئلة تنتهي بعلامة استفهام اللي بالفرنسية نسميها point d'interrogation. point d'interrogation. خلاصة هذا الدرس ببساطة، باش نطرح سؤال في اللغة الفرنسية في المستوى الأول عندي طريقتين بسيطتين. الطريقة الأولى par intonation، وهي أني نكون جملة عادية فقط نرفع صوتي في النهاية، مثلا أو exemple je suis invité. je suis invité معناها أنا مدعوة لحفل أو لأي شيء. باش نرجعها سؤال فقط نرفع صوتي في النهاية فتصبح je suis invité. je suis invité. je suis invité. الطريقة الثانية وهي أبسط من الطريقة الأولى، نخلي الجملة على حالها فقط نزيد لها عبارة est-ce que اللي تعني هل. نستعمل نفس المثال أو l'exemple فتصبح est-ce que je suis invité. Est-ce que je suis invité? Est-ce que je suis invité? إلى هنا درس اليوم انتهى. إذا عندك أي تساؤل استعمل إحدى الطريقتين وخلي لنا تعليق. سلام. كان هذا درس آخر في تعلم اللغة الفرنسية. الباب لآرائكم يبقى مفتوح كالعادة عبر التعليقات. إلى أن نلقاكم في المرة القادمة. سلام.